الحرائق مال المطار صارت استاذ نجم، الحرائق مال المطار ترى لا تماس كهربائي ولا مدري شنو ولا اي شيء. هاي حرب بين شركتين امنيتين، شركه بريطانيه وشركه كنديه، الجي 4 اس وشركه اللوخ الكنديه. هذول عقدهم وقالوا يابا ما نريدهم، راح مدير سلطه الطيران المدني وراح الكندي التقى بهاي الشركه، جاب هاي الشركه وقال لهم يابا انتم بمكان هاي الشركه الامنيه. طبعا احنا من زمان من زمان طائراتنا ومطارنا تحت وصايه الشركه البريطانيه. جاب شركه كنديه هو يملكها، واحد افغاني يملك ومتجنس كندي. زين هاي طبعا تصير حرب، طبعا تصير حرب. ما سرح موظفيها، ما سرح، جابهم هو نفس هاي الشركه اللي استلبت هاي نفس الشركه، فصارت خروقات. يا بحرق لي هذا الصاله، احرق لي هذا الموضوع، احرق لي هذا المكان. ماكو وسائل امان للحرائق، او طائره تريد مثل اضطراري تنزل او هاي، ماكو وسائل امان. المطار ما بيفت شيء، المطار بالضباب والهذا ما تطير، لا تطير طائرات ولا تنزل طائرات. اكو جهاز ب5 مليون دولار يخلوه هو الطيار يمشي عليه الكترونيا يمشي عليه. ماكو ما يشتري، والله ما عندنا فلوس. لحد اخوي هاي الفلوس اللي بكتوها منين بكتوها؟ ان شاء الله.